مع نقابة المعلمين، وبالتحديد السيد النقيب وأعضاء النقابة المحترمون. وتم الاتفاق بالتالي وبالإجماع: أولاً، يتم تعديل ورقة المطالب بزيادة المهنية إلى 100%، وكذلك إضافة حقوق جميع العقود العاملين في وزارة التربية لجميع المسميات بما فيها عقود الأمن الغذائي وعقود 150,000 درجة والملاحق كافة في محافظة البصرة والديوانية والأنبار وصلاح الدين والرصافة الثالثة والأنبار، وعقود 50,000 وملحق محافظة البصرة 19,801 بإصدار الأمر العقد الخاص بهم. ثانياً، تضامن ودعم النقابة مع حقوق الكوادر التربوية والإدارية في مطالبهم المشروعة وفق القوانين وبما كفله الدستور العراقي. ثالثاً، إصدار بيان موحد وبالإجماع من كل ممثلي الكوادر التربوية والعقود لخطوة يوم الأحد وما يليها من الأيام. رابعاً، دعم النقابة وكذلك دعم الحكومة بالخروج بمكتسبات حقيقية وفق التعديلات التي سيتم تعديلها من قبل النقابة على ورقة المطالب يوم الثلاثاء القادم. رابعاً، يومي الأحد والاثنين سيكون إضراب واحتصام مفتوح أمام المدارس من بداية الدوام الرسمي إلى نهاية الدوام. وإما يوم الثلاثاء فتكون مظاهرة كبرى لعموم محافظات العراق كلا يخرج أمام مديرية التربية الممثلة له. سادساً، طرح حقوق المحترضين من ملاحق الديوانية وكربلاء والسماوة والمطالبة بشمولهم بالعقود وكذلك الأنبار والمحافظات الأخرى. سابعاً، صرف باقي المدخر لموظفي محافظة نينوى. ثامناً، صرف أراضي والتعاقد للمتبرعين بالأراضي في محافظة المثنى. هذا ومن الله التوفيق اللجنة التنسيقية الممثلة لمحافظات العراق.